بلغ السلطات المحليه واغلبيه المقالات المكتوبه حول الحريق ديال المحمديه فيه شنو وقع، شعلات العافيه، فين وقعات لافاليز، وقتاش، الساعه الفلانيه، شكون اللي عاون الوقايه المدنيه باش تطفي العافيه، شركه مرسى ماروك وليديك. الا معلومه واحده وهي الاهم على الاطلاق، شكون الشركه اللي شعلات فيها العافيه؟ هذا السؤال هذا حول حريق المحمديه يخفي الحرائق التي مست الصحافه المغربيه منذ سنوات. الوغ الشركه هي ستوغاز، هي شركه مجهوله الاسم، اس ا، راس المال ديالها 45 مليون ديال الدرهم، والمساهم الرئيس فيها هو اكوا جروب بنسبه 50%، بمعنى ان رئيس الحكومه السيد عزيز اخنوش هو اكبر مساهم في هذه الشركه. فلماذا لم تذكر اسم الشركه في جل المقالات التي تحدثت عن حريق لم تشير فيه الى اين وقع؟ لسبب بسيط، هو ان إلا شرنا السميه والمالك ديالها رئيس الحكومه غادي نطرحوا السؤال على ما مدى المسؤوليه القانونيه ديال الشركه، واش احترمت المعايير ديال الامان وديال السلامه، واش الا بغينا نمشيو شي شويه بعيد ونبداو نلقاو لي كونيكسيون، رئيس المجلس البلدي اللي هو من نفس الحزب ديال رئيس الحكومه كي ياخذ الاجراءات الكافيه والصارمه فيما يرتبط بتامين المحيط ديال اخطر منطقه في المغرب اللي فيها الميناء النفطي وفيها عدد ديال الخزانات ديال البترول. ولكن لماذا لا تطرح الصحافه اسماء او اسم هذه الشركه؟ عود على بدء، لان الاشهار هو الحريق الذي شب في الصحافه المغربيه وجعلها صامته عن اهم المعطيات والحقائق. الله يدينا خير.